ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. المره اللي فاتت نزلنا دارت اس دي كي، وكمان نزلنا الفي اس كود، وعرفنا ازاي بننزلهم الاثنين. المره دي بقى المفروض ان احنا نكري البروجكت، بس قبل ما نكري البروجكت احنا نسينا حاجه مهمه جدا، اللي هو قبل ما ننزل اي حاجه على الفي اس كود لازم ننزل اكستنشن بتاع الدارت ديت. ليه يا عبد الرحمن ننزل اكستنشن؟ لان الاكستنشن بتاع الدارت ده، لان الفي اس كود اديتور يعني مش مخصص للغه معينه بعينها، لازم تنزل بلجن تمام علشان تبدا تشتغل على لغه البرمجه اللي انت محتاجها. طيب هننزلها ازاي دي يا عبد الرحمن؟ خلينا نشوف مع بعض. هنخش على الفيس كود، طبعا مش هيفتح بالمنظر ده، احنا هنعمل كلوز اديتور، كلوز اديتور، وبعدها هنخش هيفتح لينا صفحه جديده، او نعمل كنترول شيفت ان. خلاص هيفتح لنا صفحه جديده، نلغي دي كده ونفتح الصفحه اللي هي الجديده زي ما انتم شايفين كده، هتبقى بالمنظر اللي انتم شايفينه ده يا شباب. طيب عشان ننزل الاكستنشن بتاع الدارت يا شباب، بنخش هنا على الايكون دي كده مكتوب اكستنشن، بنيجي نتك عليها كده، ودي كل الاكستنشن اللي انا موجوده عندي طبعا. طيب كل واحده طبعا يعني لو عايزين انا بنعمل فيديو لها مخصوص اقول لكم بتعمل ايه، يعني كويسه جدا. طيب علشان ننزل اكستنشن دارت بنكتب هنا في الاكستنشن دارت عادي جدا تمام. هتيجي ليا اول واحده اهي اللي هي علامه اللي هي متوثقه، لو انت تاخد بالك دايما خد الاكستنشن او البلجن المتوثقه لان هي بتكون ليها دعم. بنخش نتك عليها كده، بنعمل طبعا انستول. طب انا هي موجوده عندي طبعا، ف بعد ما بتنزل بتاكد زي ما هي نزلت، بنشوف الزرار ده كده مكتوب عليه ان انستول، اللي هو يعني هي متثبته لو انت عايز تلغيها. بعد ما نثبتها خلاص تمام كده الدنيا زي الفل. دي اول حاجه احنا المفروض نتكلم فيها. نيجي بقى لجزئيه مهمه جدا، وهو ازاي نكريت بروجكت. عشان نكريت بروجكت فعندي طريقتين، الطريقه السهله المعروفه عندنا، وفي طريقه كمان هقول لكم عليها، وفي طريقه منهم ممكن تقابلنا فيها مشكله تمام وهنحلها بالطريقه الثانيه، بس ممكن وهقول لكم ايه المشكله ديت وانا بشرح. اول طريقه عندنا ان احنا بنروح للبارتيشن اللي احنا بنخزن فيه البروجكت بتاعنا. انا مثلا عندي البروجكت بارتيشن بروجكت ده بخزن فيه البروجكت بتاع الدارت كلها، فبعمل مثلا كنترول شيفت ان اللي هو فولدر جديد، واعمل مثلا بروجكت دارت تمام. وبعد ما بعمل بروجكت دارت ده كده بخش عليه، واول حاجه بقى دي اول طريقه عندنا اللي هو بنعمل فولدر، اللي هو الفولدر ده هنسميه على اسم البروجكت اللي احنا هنعمله. يعني مثلا انا اسمي عبد الرحمن، هسميه مثلا كودر، مثلا هسميه كودر، ده اسم البروجكت بتاعنا. طيب وبعد ما بنسمي كودر كده بنخش جواه وبنعمل كنترول شيفت ان تاني فولدر كمان. ايه اللي مش فاهم يا جماعه كنترول شيفت ان ده؟ خليني بس اوضح لكم. كنترول شيفت ان ده اختصار، لو انت مش عارف تعملها اعمل كليك يمين وتك هنا كده على نيو واعمل فولدر، نفس الحوار بالظبط. طيب وبعدها يا شباب بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها ليب، ده فايل او فولدر قصدي معروف فيه فولدرات بتاع الدارت مفهوم جدا. بنخش عليه بنعمل كده اسمه ليب كده وبنتك ايه انتر كده، هو اتسمى ليب عندنا. بنيجي بقى على الفي اس كود وبنعمل اوبن فولدر تمام، وبنيجي على الجزء بتاعنا اللي احنا عملناه اللي هو اسمه بروجكت دارت ده، ونفتح كودر ده كده، نعمل سيلكت فولدر. هيفتح عندنا زي ما انتم شايفين يا شباب في الكومبايلر اللي هو في اس كود. طيب بعد ما يفتح عندنا هتلاقي هنا في فولدر اسمه ليب. جوه الليب ده احنا عايزين نعمل فايل ده اللي احنا هنكتب فيه الكود بتاعنا. طيب علشان نعمل فايل طبعا انتوا مش هيبقى ظاهر عندكم الايكون دي، الايكون دي اكستنشن اسمها ماتيريال ايكون. استنى نكتب كده ايكون، هي اسمها ايوه ماتيريال ايكون دي، عشان يظهر ليك الايكون اللي انت شايفها بشكل حلو ده. هنفتحها كده انا فتحت الفولدر كده، انا قفلته كده، انا فتحته كده، انا قفلته. ده الاكسبلور اللي بيبقى فيه الفولدرات بتاعت البروجكت بتاعتي كلها. بنتك عليه كليك يمين ونعمل نيو فايل، دي اول طريقه. يا اما ممكن نعمل نتك عليه كده نفتحه يعني، ونعمل من هنا كده نتك على الايكون دي اللي هو نيو فايل برضه. بعد ما بنعمل كده بينزل لي تحته اكنه جواه يعني، وبنعمل حاجه اسمها مين دوت دارت. طيب خلينا نفهم يعني ايه من دوت دارت. المين ده مش شرط انك انت تسميه من دوت دارت، بس يفضل يعني انك انت تسميه من دوت دارت،
دوت دارت ده الامتداد بتاع الملف، اي حاجه اي امتداد احنا شغالين لغه دارت فالامتداد بيبقى دوت دارت، عامل بالظبط زي الاكسل زي الاتش تي ام ال، لو حد اشتغل ويب او كده بيبقى برده مكتوب اندكس دوت اتش تي ام ال الامتداد بتاع اللغه. فبنعمل انتر، ماشي، عملنا انتر هيفتح لينا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. خلاص بعد ما ننزل الاكستنشن، نزلنا الاكستنشن وعملنا الفايل وكل ده، بنكتب عشان نعمل بقى تيست للحاجه اللي احنا عملناها دي واشتغل وان هو شغال كويس ولا لا. فبنعمل البدايه بتاعت دارت او بتاعت فلاتر عموما. بدايه دارت هي فويد مين. الفويد مين دي فانكشن هفهمها لكم قدام ايه هي وبتعمل ايه، بس مش وقتها. افهم دلوقتي ان الفويد مين دي هي بدايه دارت، خلاص، وهي بدايه الشغل بتاعنا. بنعمل فويد زي ما انتم شايفين كده مين عادي، خلينا بس نكبر لكم شويه مين. وعلشان فويد مين دي فانكشن فما ننساش طبعا القوسين بتوع الفانكشن بتوعنا ونعمل البادي بتاعها. طيب ده ايه يا عبد الرحمن؟ ده البدايه بتاعت ايه يا عبد الرحمن؟ بدايه الدارت. ده هنا كده يعني ده كده البدايه اللي هنكتب فيها الكود. طب هنكتب الكود فين يا عبد الرحمن؟ هنكتب الكود عندنا، خلينا بس كده نصغر دي كده، هنكتب الكود ما بين هنا، ما بين الفويد مين هنا كده، بين الفانكشن بتاعت الفويد مين دي. تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نختبر الكلام ده كله، فمثلا هنيجي نعمل هنا مثلا كده، هنا المفروض بس عشان نكون فاهمين واحده واحده كده، هنكتب هنا كود عشان بس تكونوا معايا. طيب وبعد ما نكتب الكود المفروض ان احنا يا شباب هنبدا بقى واحده واحده نعمل تيست على الفايل اللي احنا عاملينه ده. طيب التيست ده عن ايه بالظبط؟ هنعمل برنت ونعمل كده قوسين. برنت دي فانكشن خلاص بتطبع في الديباج كونسول، هنفهم يعني ايه ديباج كونسول دلوقتي. ونعمل كده السيمي كولون. هنطبع جواها ايه يا عبد الرحمن؟ نطبع جواها الكلمه اللي هو مثلا هالو وورلد. طيب هالو وورلد دي كلمه عاديه جدا، هنطبع ونشوف هتبدا تشتغل ولا لا. طيب ايه ده يا عبد الرحمن؟ ده برنت في سترينج، في يعني نص، تمام، هيطبعه في الديباج كونسول. الديباج كونسول ده بيبقى موجود هنا تحت هنا كده، تمام، هنا اهو بنشده من تحت كده بيبدا ان هو يظهر عندنا، بيبقى في تيرمينال واوتبوت، وهنفهم كل الكلام ده واحده واحده ان شاء الله. هنيجي على الديباج كونسول كده، او مش هنيجي عليه، احنا ممكن نعمل رن عادي. تمام، هيعمل رن، المفروض ان هو يرن لنا الكود اهو، جه لنا هالو وورلد. طب عبد الرحمن ممكن اتك هنا يجي لي مشكله. طب الصح هنتك مين في هنا؟ بص كلمه رن اهي، لو عملنا رن كده هيبدا ان هو يرن لي الكود عادي جدا برده، نفس الحوار هالو وورلد. خلاص مفيش اي مشكله كده، الفايل بتاعي شغال سليم ما فيهوش اي مشكله عندي. طيب تمام. وبعد ما نخلص يا شباب، ده اول طريقه ان احنا نكريت بروجكت. خلاص في طريقه كمان عندنا، وهي ان انت تكريت بروجكت بره الفي اس كود اصلا، او ما تفتحش يعني بره خالص بعيد عن الفي اس كود. وهي الطريقه اللي انا بحبها او برجحها كمان. احنا بنيجي هنا، احنا طبعا احنا واقفين على البروجكت دارت، عدد الفولدر اللي احنا عملناه بنخزن فيه البروجكت كلها، بنخش عليه من هنا كده، وبعدها بنيجي على الباص زي ما احنا ورينا لكم قبل كده برده، وبنيجي نكتب هنا السي ام دي. طيب الحركه دي يا عبد الرحمن معناها ايه؟ معناها ان انا بقول له يا عبد الرحمن او يا كمبيوتر افتح لي الفولدر ده على الكوماند لاين. لو انت تاخد بالك هنا في باص اهو بيقول لك انا واقف على البروجكت اللي اسمه دارت، الفولدر اللي اسمه دارت بروجكت، تمام، يعني عايز نعمل فيه ايه؟ وبناء عليه هنبدا ان احنا نكتب امر. الامر ده معروف جدا في دارت. طيب ايه هو الامر؟ الامر هنكتب كالاتي، هنكتب دارت عشان نكريت بروجكت، دارت عادي جدا كرييت، ماشي، ونسمي اسم البروجكت. انا سميت التاني كودر، هسمي ده برضه كودر، ماشي، 2 مثلا. خلاص ونعمل انتر، هيبدا ان هو ينشئ لي الفولدرات بكل حاجه، بالفايلات بكل حاجه خاصه بالبروجكت، انا ماليش علاقه خالص، هو كده انشاه ليا. طيب بطلع كده بلاقي لو تاخد بالك فولدر تاني اسمه كودر 2 اهو، بخش عليه بلاقي طبعا الليب زي ما هو موجود، زي ما انا قلت لك ده معروف جدا في الفايلات او الفايلات بتاع الدار. هنيجي هنا برضو احنا دخلنا جوه كودر 2 اهو يا شباب، هنيجي هنا في الباص عشان نفتح بقى الكود ده، بنيجي السي ام دي حركه برضو انا بحبها جدا. وبنكتب طبعا لو تاخد بالك انا عملت سي ام دي، لو تاخد بالك قال لك انا في الدي، جوه الدي في حاجه اسمها بروجكت دارت،
جوه بروجكت دارت في حاجه اسمها كودر 2، فولدر اسمه كودر 2. عايز نعمل فيه ايه؟ هقول لك تعمل فيه ايه واحده واحده. هنعمل بقى واحده واحده كده. هنكتب سي لا هنكتب كود ماشي ودوت مسافه دوت. طيب ليه مسافه دوت؟ انا كده بقول له افتحوا لي على الفي اس كود. هنعمل كده انتر، هيبدا ان هو يفتحه لي على الفي اس كود زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طيب احنا دلوقتي هو نشأ ليا في فولدرات دارت. طبعا انا ماليش علاقه بكل ده، يعني انا ليه ده كله هنفهمه في فلاتر. انا ماليش علاقه في كل ده دلوقتي، انا كل اللي يهمني ده وده. تمام. طيب يا عبد الرحمن دلوقتي انا عايز افهم، يعني انت كده عملت بروجكت بطريقتين. طيب انا اكتب الكود بتاعي فين؟ هنخش جوه البن هنا تمام، او جوه الليب، اي واحده منهم يعني، وبعمل فايل. سيبك من اللي جوه ده، سيبك من اللي جواه، اعمل فايل انت جديد وسميه مين دوت دارت زي ما علمتك. تمام. وبنخش جواه عادي جدا وما فيهوش اي مشكله. بنكتب برضو فويد مين ونكتب كده نفس الحوار، بس نكبر شويه. تمام. جوه الفويد مين اهو، بعد ما نعمل فويد مين هنبدا ان احنا طبعا هو معلم طيب هنشيل. بص احنا دايما في حركه دايما بتحصل، ودي المشكله اللي انا بقول لك عليها، ان دايما انا ما بفضلش الطريقه دي، يعني في حته ان انا اعمل فولدر جنب الفولدر. فانا بعمل ايه؟ بروح شايل ده، حذف ده كده اللي هو نشأ ليا تلقائي، واحذف ده برضه خلاص. وباجي بقى جوه الليب. طبعا جوه التست ده، التست ده ملوش لازمه، ما تركزش فيه خالص. تمام. لو الطريقه دي هتلخبطك خليك في الطريقه الثانيه. تمام. هنخش على الليب كده من هنا كده برضو نفس الحوار، وهنعمل نيو فايل وهنعمل مين دوت دارت خلاص. ونعمل بقى هنا فويد مين اهو كده ظبط. وبعدها هنعمل البادي بتاعنا اللي هو الستارت اب بتاع دارت زي ما احنا قلنا ليكم. طيب وبعدها يا شباب هنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نكتب بقى، نعمل تيست. هنتست بايه؟ هنتست ببرنت زي ما انا علمتكم قصدي. وبعدها هنشيل ده كده ونعمل هلو وورلد زي ما هو كاتب كده ماشي، ونتست الكود ده. هنعمل رن من هنا او رن من هنا. انا بفضل طبعا اعمل رن من هنا. بعمل رن كده وهنشوف هيجي لي ايه في الديباج كونسول اهو هلو وورلد، ما فيهوش اي مشكله عندنا. يبقى كده ده الطريقتين يا شباب اللي احنا هنشتغل بيهم. الطريقه الاولى الاسهل، الطريقه الثانيه اصعب سيكه. هي مش بتلخبط، بس هي ديت كويسه انك انت بعد كده في فلاتر بتكريت بروجكت بنفس الطريقه، بس بتغير بدل دارت كرييت بتبقى فلاتر كرييت. تمام. فالطريقه دي كويسه والطريقه دي كويسه ايا كان انت حابب ايه. تمام. وده كده الفيديو ده خلص، واشوفكم في فيديو تاني باذن الله. المره الجايه هنبدا ان احنا اعرفك الفاريبل والسنتكس بتاع الدارت وايه الفرق ما بينها وبين لغات برمجه ثانيه. في حاجات كتير جايه حلوه. اشوفك في الفيديو الجاي. سلام عليكم.